حلقة اليوم هي الحلقة الأسطورية، الحلقة اللي راح نحكي فيها عن لاعب النصر السعودي الدون كريستيانو رونالدو. وبهاي الحلقة راح يكون في معلومات وأسرار وخفايا لم تسمع عنها من قبل عن صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عزيزي ويا عزيزتي المشاهدة، أهلا ومرحبا بك على أفضل قناة على اليوتيوب. بشكل سريع، مش مشترك بالقناة اشترك بالقناة، مش مفعل زر الجرس فعل زر الجرس، مش حط لنا لايك حط لنا لايك. وبوعدك في هذه الحلقة سواء كنت من محبين أو كارهين رونالدو راح تستمتع استمتاع رهيب جدا. وبآخر دقيقة بالحلقة راح يكون في سر عظيم عن حياة رونالدو أنا متأكد انك انت ما بتعرفه. ولد كريستيانو رونالدو في 2/5/1985 في جزيرة ماديرا. وخذ لك هاي اول معلومة ما كنت بتعرفها ابدا، انها ماديرا هي جزيرة منفصلة عن البرتغال، وحتى انها اقرب الى المغرب من البرتغال، بس زي ما تحكي البرتغال سيطرت عليها وصارت تحت حكمها. وام رونالدو هي ماريا دوس سانتوس، وكانت تشتغل طباخة، وابوه هو خوسيه وهو جندي سابق. وسمى رونالدو بهذا الاسم تيمنا بالرئيس الامريكي السابق رونالد ريغان. وديانة رونالدو هي المسيحية الكاثوليكية. وحكي بيناتنا، تعال قرب خليني احكي لك. اتوقع والعلم عند الله انه رونالدو راح يسلم قريبا. المهم يا عزيزي، وبالكاثوليكية وضع الوشوم هو حرام، عشان هيك بنشوف انه رونالدو ما بحط الوشم ابدا على اي جزء من جسمه. وبفترة حمل رونالدو والدته كانت تحاول انها تجهض فيه بسبب الوضع المادي السيء جدا للبيت، وابوه كان 24 ساعة سكران وطافي، يعني ابوه مدمن كحول، وكانوا بيعيشوا بفقر شديد جدا. فالام عشان ابنها ما ينولد ويعيش حياة الفقر والذل اللي هم عايشينه قررت انها تجهض رونالدو. بس سبحان الله ربنا قرر لها الطفل انه ينولد غصبا عن والدته، وفعليا انولد رونالدو وصار دلوع البيت، لانه هو اصغر واحد، فعنده اختين اكبر منه واخوه هوغو كمان اكبر منه. ولما صار عمر رونالدو 6 سنوات صار يروح مع ابوه على الشغل. مش انت حكت لنا انه ابوه جندي سابق؟ حسك بلشت تهبد علينا يا نحيد. ما هو ابوه اتقاعد من العسكرية واشتغل مسؤول عن المعدات في نادي اندونيرها لكرة القدم. وكان رونالدو كل ما يروح معاه على الشغل يلعب كرة قدم مع الأولاد الموجودين هناك. وبعمر ال8 سنوات رونالدو بوقع أول عقد له مع أكاديمية أندونيرها لكرة القدم، نفسها اللي أبوه بيشتغل فيها. وإذا كنت أنت يا عزيزي كسلان بالمدرسة ومش شاطر، فخليني أطمنك إنه رونالدو كان عبارة عن لطخة في الدراسة، وكان مستواه الدراسي سيء وضعيف جدا. فهو كان بيكره المدرسة جدا، وعلاماته دايما بالحضيض تحت تحت تحت، وهذا كله بسبب عشقه لكرة القدم. فكانت كرة القدم ماخذة كل وقت كريستيانو رونالدو. وأصدقاء رونالدو بيحكوا إنه كان بحب الفوز بشكل مش طبيعي أبدا، وكان إذا خسر الفريق أي مباراة يضل يبكي، عشان هيك كانوا يسموه الطفل العيوطة أو ذا كراي بيبي. ولما صار عمر رونالدو 10 سنوات وقع مع نادي ناسيونال. وبعمر ال 12 سنة رونالدو بيتخذ أصعب قرار في حياته، وبيتخذ خطوة جريئة جدا. فهو بيترك عيلته اللي موجودين في ماديرا وبنتقل للعاصمة البرتغالية لشبونة لحاله عشان يوقع مع نادي سبورتينغ لشبونة. وتخيل يا عزيزي إنها ماديرا بتبعد عن لشبونة 1488 كيلومتر. طفل بعمر ال 12 سنة يترك أهله وينتقل هاي المسافة الرهيبة جدا. المهم إنه بنضم لنادي سبورتينغ لشبونة رسميا. عشاش كان دلوع البيت، طلعنا إحنا الدلوعين والله يا صاحبي. لا ما هو يطقطق، أنا لسه ما حكت لك. رونالدو كان يبكي يوميا بسبب البعد عن أهله، بس كان حاط قدامه هدف وحيد، وهو انه يتحصل على عقد وراتب يقدر يصرف فيه على اهله ويطلعهم من الفقر والحاجة اللي هم فيها. وبسن 14 سنة يا عزيزي رونالدو بنفجر وبتحول للاعب
خارق جدا، فهو كان سريع جدا وأسرع من كل زملائه بفريق سبورتنج لشبونة، وفوق كل هذا كان قوي بدنيا بشكل لا يصدق. بس للأسف على الجهة الثانية رونالدو بوصل للحلقة الأخيرة في مسيرته التعليمية، لأنه عمل مشكلة مع الأستاذ تبعه وانطرد من المدرسة. فقرر رونالدو إنه خلص لحد هون وعلاقته مع الدراسة بتنتهي، وما رجع للتعليم ولا للمدرسة أبدا. وخلينا نرجع لمسيرته الكروية. رونالدو كان بيتدرب بشكل مجنون وبرهق نفسه جدا، لدرجة انه انصاب بمرض بالقلب. شو بتحكي؟ من وين اجا مرض القلب؟ نعم يا عزيزي، رونالدو انصاب بمرض بالقلب واسمه تسارع في نبضات دقات القلب، وكان فعليا راح ينهي مسيرته الكروية للأبد. بس أبدا نادي سبورتنج لشبونة بتدخل وبروح باخذ اذن اهله بانهم يعملوا له عمليه جراحيه بالقلب، وفعليا اهل رونالدو بيوافقوا والعمليه بتتم وبتنجح والحمد لله. وبعمر ال 16 سنه يا عزيزي فقط تم استدعاء رونالدو للفريق الاول لسبورتنج لشبونة، ولعب معهم 31 مباراة وبسجل معهم 5 أهداف وبصنع 6 أهداف. وبسنة 2003 أيها المشاهد الجميل بيلعب الزهر مع رونالدو، وبتصير مباراة ودية بين سبورتنج لشبونة ونادي مانشستر يونايتد. وهون صارت المفاجأة، لاعب صغير جدا وعمره فقط 18 سنة بمسح الأرض في كل لاعبين مانشستر يونايتد وبيرقصهم كلهم. لذلك هو لفت أنظار جميع من في الملعب وحتى الأشخاص اللي كانوا يشاهدوا هاي المباراة. مين هذا الطفل اللعيب؟ مين هذا الطفل المعجز اللي قدر يرقص كل مدافعين ولاعبين مانشستر يونايتد؟ وبعد المباراة مباشرة وبنفس اليوم مدرب مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغسون بتواصل مع إدارة نادي مانشستر يونايتد وبيحكي لهم هذا الطفل وهذا اللاعب أنا فورا بدي إياه، ما إلي فيكم، دبروا حالكم وجيبوا لي إياه. وفعليا بعد 6 أيام فقط نادي مانشستر يونايتد بتعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل 17 مليون باوند، وبهذاك الوقت كان هذا المبلغ كبير وخيالي جدا. وبعد ما وصل رونالدو لمانشستر يونايتد فهو غير شكله كامل وعمل عمليات تجميل لوجهه واسنانه. وبسنة 2008 يا عزيزي رونالدو بحقق الجائزة العظيمة، جائزة أفضل لاعب بالعالم، وبعد لعب لمدة 6 سنوات مع نادي مانشستر يونايتد. وبسنة 2009 الميرينجي ريال مدريد بتعاقد رسميا مع كريستيانو رونالدو. وتخيل انه لعب مع ريال مدريد 438 مباراة وسجل خلالها 450 هدف. يا والله صداع يا انت متخيل انه اهدافه اكثر من مبارياته؟ اخ قلبي مش عارف كيف احكي لك اياها يا طقطق. بس هو كمان صنع 132 هدف، يعني خلال 438 مباراة هو مساهم ب 482 هدف. وحقق رونالدو جائزة أفضل لاعب بالعالم 4 مرات مع نادي ريال مدريد. وتعال خليني أحكي لك عن أعظم سر في حياة رونالدو. بسنة 2010 يا عزيزي رونالدو بالرزق بأول مولود إله وهو جونيور. طيب وين السر بالموضوع؟ ما هو كلنا بنعرف هذا الكلام، حتى أمي بتعرفه. ما هو السر إنه لحد وقتنا الحالي ما حدا بيعرف مين والدته لجونيور. حتى رونالدو رفض تام انه يعلن عن هوية امه للولد. وبعد هيك رونالدو انتقل من ريال مدريد على اليوفي، وبعد اليوفي انتقل على مانشستر يونايتد، وبعد مانشستر يونايتد اجى على النادي العريق نادي النصر السعودي، واللي بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق مع نادي الجديد. والاهم من هيك بنتمنى انه يدخل الاسلام ويصير من المسلمين.